النهارده يا شباب هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نغير كلمة السر الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة بعد التحديثات الأخيرة 2023. لو عندك حساب على الفيسبوك وحابب تغير كلمة السر بتاعته بحيث ان انت محدش يقدر يهكر على الحساب بتاعك او يخترق الحساب بتاعك، تمام. وفي نفس الوقت برضو عشان لو حد عارف كلمة السر بتاع الفيسبوك ما يقدرش يفتحه، فحضرتك هتعمل معانا الخطوات دي عشان تقدر تغير كلمة السر بتاع حسابك على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة، سواء من على جهاز الكمبيوتر او من على جهاز اللابتوب او من الموبايل الخاص بيك اللي هو التليفون المحمول الموبايل. فحضرتك نفس الخطوات هتعملها معانا، يعني موبايل كمبيوتر او لابتوب هي الخطوات واحد، سواء كمبيوتر او موبايل فهي مفيش مشكلة، نفس الخطوات تمام، مفيش خطوة زيادة ولا خطوة ناقصة، كل الخطوات واحد. فما تقلقش، كمل معانا الفيديو عشان تقدر تغير كلمة السر بتاع حسابك على الفيسبوك، تمام. اول حاجة يا شباب هتفتح الحساب بتاعك، تمام، سواء من تطبيق الفيسبوك اللي على الموبايل او من على جوجل كروم اللي على الموبايل او من على جوجل كروم اللي هو المتصفح اللي على جهاز الكمبيوتر، تمام. اول حاجه نضغط على الصوره الشخصيه بتاع الحساب بتاعنا، بعد كده نختار الاعدادات والخصوصيه، بعد كده الاعدادات، بعد كده نختار حاجه اسمها مركز الحسابات، بعد كده نختار حاجة اسمها كلمة السر والأمان، بعد كده نختار تغيير كلمة السر، بعد كده هنجيب طبعا هيظهر لنا حسابين او حساب ايا كان. يعني حضرتك لو عامل حساب انستجرام فهيبدأ ظاهر معاك كده، يعني انا عندي حساب على الفيسبوك وعندي حساب على انستجرام، الاتنين مرتبطين ببعض، تمام. فانا بالنسبة لي عايز اغير كلمة السر بتاعة الفيسبوك، فاضغط على الفيسبوك هيبدأ يفتح لي 3 خانات. ال3 خانات هنا طبعا اول خانة بتبدأ تحط كلمة السر الحالية، كلمة السر اللي حضرتك عاملها دلوقتي، كلمة السر اللي موجودة حاليا اللي انت بتدخل بيها حسابك على الفيسبوك هتبدأ تكتبها هنا، تمام. بعد كده تبدأ تكتب كلمة السر الجديدة، بعد كده تعمل إعادة كتابة كلمة السر، بعد كده تضغط على تغيير كلمة السر، تمام. هيبدأ يحفظ لك البيانات وكده بقى انت غيرت كلمة السر. بس ملحوظة يا شباب، عشان تعمل كلمة سر قوية محدش يقدر يخترقك او يخترق الحساب بتاعك على الفيسبوك، فهنا بيقول لك يجب ان تتكون كلمة السر من 6 احرف على الاقل، يعني اقل حاجة تعمل 6 حروف، ولكن حضرتك ما تعملش 6 حروف، اعمل زيادة عن 6 حروف بحيث ان الحساب بتاعك كلمة المرور او كلمة السر تكون قوية. فبالتالي حضرتك تبدأ مثلا تعملها حروف كابيتال مع حروف سمول، يعني حروف كبيرة مع حروف صغيرة، زائد اللي انت تعمل رموز، زائد اللي انت تعمل ارقام، تمام، بحيث ان الكلمة تكون قوية. مثلا ممكن تيجي تكتب عمرو، تمام، كل الحروف سمول، بعد كده تعمل وتيجي مثلا تكتب ايه احمد، كل الحروف كابيتال، بعد كده ممكن تعمل مثلا 123، بعد كده شباك 122، بعد كده شباك 0 وهكذا، يعني تمام، بحيث كلمة السر تكون قوية جدا محدش يقدر يخترق الحساب بتاعك وتبدأ تكون في امان والحساب بتاعك في امان. هنكرر تاني، هتحط كلمة السر الحالية اللي هي موجودة حاليا، بعد كده تبدأ تكتب كلمة السر الجديدة وتعمل إعادة كلمة السر الجديدة، وبعد كده تبدأ تضغط على تغيير كلمة السر، هيبدأ يحفظ معاك البيانات. أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، وأشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.